كانت صحاك جارية لعبد المطلب، وكانت ذات عجز كبير، المقعدة يعني كبيرة، وكانت ترعى الإبل، وكانت في الحبشة، وكانت تميل إلى النكاح كثيرا. فنظر إليها نفيل جد عمر فهويها، وتعلق قلبه بها، فبقي يقصدها إلى المرعى، فحملت منه بالخطاب يعني والد عمر. فلما أدرك البلوغ نظر إلى أمه صحاك، هذا الخطاب والد عمر، فنظر إلى أمه صحاك فأعجبته وتعلق قلبه بها، فوثب عليها فحملت منه بحنتمة. يعني والد عمر جامع أمه، جامع جدة عمر. الصفاء المرئي، صوت الحقيقة على اليوتيوب.